أيام قليلة إن شاء الله بتفصلنا عن نهاية العام 2023-2024، وإن شاء الله مع بداية السنة الجديدة 2024 في شهر يناير نبتدي نقدم القرارات الضريبية بتاعتنا. السنة دي نتيجة التضخم وارتفاع التضخم في أمريكا، فمصلحة الضرائب الأمريكية قررت إنها تعمل مجموعة من التغييرات لصالح العملاء. يعني الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله هكلم حضرتك فيها عن أهم التغييرات الضريبية اللي هتفيدك وتساعدك. هنتكلم عن العائد الضريبي للأطفال، هنتكلم كمان عن الانكم تاكس كريدت، وهكلمك كمان عن الاستقطاع الضريبي بتاع حضرتك اللي هيساعدك إنك يجيلك عائد ضريبي أفضل كتير. حلقة مهمة جدا جدا، بنصحك انك تتفرج عليها لغاية الاخر. انا ايمن امير وحضرتك بتتفرج على من امريكا معي. اهلا بكم من امريكا مع ايمن. ان شاء الله ايام فاصلة صغيرة جدا على نهاية العام، ومع البداية الجديدة هنبدأ ان شاء الله في تقديم الملفات الضريبية. وبقول لكل الناس يا ريت تبتدي من دلوقتي تخطط لملفك الضريبي، يعني تشوف الأوراق اللي أنت محتاج إنك تجهزها. تشوف لو أنت W2، فمثلا تبتدي تشوف مع المكان جهة العمل بتاعتك هتستلم ال W2 بتاعك إمتى. لو أنت بتشتغل عندك بيزنس تبتدي من دلوقتي تجهز الريبورت بتاع البيزنس بتاعك، الأرباح والخسائر، النفقات بتاعتك. لو أنت عندك ميكست يعني بتشتغل أكتر من وظيفة تبتدي تجهز كل حاجة علشان ما تستناش لنهاية الموسم الضريبي وتتزنق. فابتدي جهز من دلوقتي، وابتدي وضب حالك من دلوقتي علشان لما يدخل عليك الموسم الضريبي الجاي تكون انت مستعد وجاهز، وبالتالي ده ينعكس على العائد الضريبي بتاعك انه ما يتاخرش. السنه دي ان شاء الله مصلحه IRS عملت مجموعه من التغييرات الضريبيه المهمه جدا اللي هتفيد كتير من حضراتكم، والتغييرات دي هتكون في صالحك بنسبه كبيره، لان ارتفاع التضخم خلى اثر على كتير من الناس، خصوصا السنه دي من بعد يعني 2021 2022 مفيش يعني حاجات كتيره جايه من الحكومه مساعدات. اخر حاجه قدمتها الحكومه للشعب كان في موضوع كورونا اللي هي الشيكات التحفيزيه، والسنه اللي فاتت كان زودوا شويه العائد الضريبي. السنه دي كمان بداوا يعملوا حاجات لطيفه جدا اعلنت عليها مصلحه الضرائب. الحقيقه اعلنوا عنها من شويه بس انا كنت ماجلها علشان نتكلم عنها قرب الموسم الضريبي، فبالتالي يعني ما تتنسيش والناس تكون فاكراها. زي ما شرحت لحضراتكم في فيديوهات كتيرة قبل كده ان احنا دايما الناس لما بتيجي تعمل الفايل بتاعها في نوعين بنستخدمهم. النوع الاول هو الستاندرد ديدكشن، اللي هو ان بيبقى فيه رقم ثابت مصلحة الضرائب بتديهولك كخصم ضريبي ليك، بتشيله من المبلغ اللي انت حققته وبتحسب بعده منه الضرائب اللي انت المفروض هتدفعها. يعني نفرض ان انت حضرتك بتعمل $1000 في السنة، بفترض ده رقم تقريبي يعني. المصلحة الضرائب بتقول لك لو انت متزوج فانت هتاخد مثلا $500 خصم ضريبي، لو انت اعزب هتاخد 300. دول بيتشالوا، والمبلغ اللي بيتفضل ده اللي احنا بنحسب عليه الضرائب بتاعتنا. ونشوف بعد كده حضرتك هيبقى ليك بعد ما نضيف الكريدتس بتاعتك والارصده اللي المفروض تتحسب لك، هنشوف هتبقى عليك فلوس هتدفعها لمصلحه الضرائب ولا انت ليك فلوس هترجع لك من مصلحه الضرائب. الناس اللي بتستخدم الستاندرد ديدكشن او اللي هو المبلغ المقفول اللي بيجي لك من مصلحه الضرائب، في السنه دي حابب اقول لك خبر حلو قوي ان المبلغ ده زاد عن كل سنه. ومعنى ان هو زاد يعني معنى كده ان بقى ليك رصيد المفروض انه بيتشال من الضرائب اللي عليك. بس الرصيد ده مش بيدخل لك كفلوس في البنك، لكن هو بيخفض من الضرائب اللي انت بتدفعها، او بيخفض من مبلغ الضرائب اللي المفروض اتخصم منك. فلو انت اوريدي موظف بتاخد W2 وبيتخصم منك مبلغ، بتيجي اخر السنه ممكن يطلع لك رصيد، الرصيد ده يرجع لك في صوره عائد ضريبي. او لو انت مرتبك كبير وبيتخصم منك ضرائب كبيره، تيجي اخر السنه بتخفض من الضرائب اللي انت المفروض هتدفعها. فعلشان ما اطولش على حضراتكم في الحته دي، تعالوا ندخل على طول ونشوف الحالات الضريبيه. كل واحد ليه حاله ضريبيه مختلفه عن التاني. احنا اشهر الحالات الضريبيه عندنا دايما كتير من يعني الناس اللي بتتابعنا في القناه بيبقوا متزوجين. فالشخص المتزوج وهو بيعمل الفايل بتاعه هو وزوجته، يعني زوج وزوجه بيفايلوا ضرائب مع بعض اللي هي بنسميها ماريد فايل جوينتلي. السنه دي مصلحه الضرائب زودت لك الخصم بتاعك بمقدار $1800. يعني حضرتك هتاخد مبلغ $27700، ده الستاندرد ديدكشن بتاعك او الخصم الضريبي بتاعك. لنفرض ان انت عشان نفهمها بالامثله، لنفرض ان حضرتك مثلا عملت $50000 السنه دي،
فبنشيل من ال $50,000 دول $27,000 و700، الباقي ده اللي بنحسب عليه الضريبه. لو انت موظف وبتدفع بتاخد W2، فبنشوف انت اوريدي خدت كام او استقطع منك كام ضرايب، والفرق ده يا اما بيرجع لك في صوره عائد ضريبي، يا اما بيقول لك لا انت عليك مبلغ قد كده ضرايب فبتدفعه. فالسنه دي مصلحه الضرايب اديت لك كريدت اكتر في الستاندرد ديدكشن بتاعك بمقدار $1,800. يعني المتزوج بيفايل هو وزوجته هياخدوا ستاندرد ديدكشن السنه دي $27,700. المتزوج لكن كل زوج وزوجه بيفايلوا لوحدهم اللي هو ماريد فايل سيبريتلي، او الاعزب اللي هو مش مرتبط، هياخد السنه دي $900 كريدت زياده. يعني هيبقى اجمالي المبلغ الستاندرد ديدكشن بتاعه $13,850، بيتخصموا من المبلغ اللي هو عمله، وبعد كده يبتدي يدفع الضرائب على المبلغ المتبقي. اخر حاله ضريبيه عندنا اللي هي بيسموها هيد اوف هاوس هولد. الهيد اوف هاوس هولد اللي هو الشخص اللي مش متزوج ولكن بيعول حد، يعني بيعول والدين، بيعول اقارب، عنده حد بيعوله هو اللي بيتولى الصرف، بيصرف اكتر من 50% من النفقات بتاعه البيت. الشخص ده السنه دي جاله $1,400 كريدت، يعني بقى الخصم الضريبي بتاعه الستاندرد ديدكشن بتاعه $20,800. نقولهم سريعا تاني كده مع بعض عشان نفتكرهم: 27,700 للمتزوج اللي بيفايل مع بعضه ماريد فايل جوينتلي، 13,850 للمتزوج اللي بيفايل كل واحد لوحده او للاعزب، $20,800 للشخص اللي هو الهيد اوف هاوس هولد. ده بالنسبه للستاندرد ديدكشن. نسب الضرائب بقى اللي هتدفع السنه دي، نسب الضرائب بتبدا من 10% وبتتدرج لغايه 35% الضرائب اللي هو معدل الضرائب اللي بتخصم منك. يعني انت عملت $1,000، $1,000 دول لو انت في الحد اللي هو اللي بيسموه كده اللو انكم خالص، اللي هو بيتحسب من اول $11,000 لغايه 22، $11,000 للاعزب و$22,000 للمتزوج. يعني لو متزوج عمل اقل من $22,000 او اعزب عمل اقل من $11,000، فده بيتاخد منه 10%. من اول ال 22,000 للمتزوج لغايه 89,450 دولار، $89,450 للمتزوج و44,727 للاعزب. يعني من اول عدى بقى عدينا ال 22,000 بس ما كسرناش ال 89,450. المسافه دي للمتزوج او للاعزب اللي ما عداش ال $44,000 هيدفع 12%. 12% ده معدل الضريبه اللي احنا بنخصمها عليك او الاي ار اس هتحاسبك عليها السنه دي. 12% للي فوق ال 22,000 واقل من ال 89,000. اللي تحت كده هيدفع 10%. هنفضل نتدرج بقى لغايه لما نوصل للناس اللي بتعمل، المتزوج بيعمل 600 اكتر من 620,000، ده اللي بيبقى 35%. دي في جدول كده هتلاقوه موجود على الموقع بتاع الاي ار اس، اللي يحب يعرف النسب بقى شرايح كلها بالظبط. علشان وقت الحلقه يعني مش هنخوض فيها كلها، ممكن حضرتك تدخل تتفرج عليها على الموقع بتاع الاي ار اس. تاني حاجه عايز اكلم حضرتك فيها وهي موضوع الايرند انكم تاكس كريدت. الايرند انكم تاكس كريدت اللي ما يعرفوش انا كنت شارحه في حلقه قديمه شويه، تقدروا حضراتكم ترجعوا لها هتفهموا بالظبط ايه هو الايرند انكم تاكس كريدت وازاي بيتحسب. انا كنت شرحتها في حلقه سابقه بالتفاصيل فمش هطول عليها علشان وقت حضراتكم. الايرند انكم تاكس كريدت ده عائد ضريبي بيبقى مرتبط بالدخل، بس في نفس الوقت مرتبط بعدد افراد الاسره. ده غير التشايلد تاكس كريدت. التشايلد تاكس كريدت اللي هو السي تي سي ده حاجه هتكلم عليها تاني لسه. لكن الايرند انكم تاكس كريدت اللي هو الاي اي تي سي، ايرند انكم تاكس كريدت، السنه دي مصلحه الضرائب زودته. لو ده مرتبط بالدخل مش كل الناس بتاخده، في ناس بتاخد الايرند انكم تاكس كريدت وفي ناس ما بينطبقش عليها. ده حضرتك هتعرفها وانت بتفايل مع المحاسب بتاعك. السنه دي اللي عنده ثلاث اطفال ودخله بيسمح له انه ياخد الانكم ده، 3 اطفال فيما فوق، يعني معاك من اول 3 اطفال الى مفتوح، هو رقم ثابت بيبقى من اول 7,430 ونازل على حسب بقى عدد الاطفال. هيفضل يقل المبلغ ده معاك، يفضل يقل على حسب
لان هو نسبته مش ثابته، والحسبه بتاعته ما بتعرفهاش غير لما بتيجي تفايل. يعني انا ما اقدرش اقول لك رقم ثابت فيه، لكن الماكسيمم بتاعه $7430. الايرند انكم تاكس كريدت ده على حسب افراد الاسره، وعلى حسب الدخل بتاعك اللي انت عملته في سنه 2023. اخر حاجه عايز اقول لحضرتك عليها، علشان انا شايف وقت الفيديو بيسحب، الكلام على الضرائب ما بيخلص. اخر حاجه عايز اقول لك عليها هو العائد الضريبي للاطفال. العائد الضريبي للاطفال زي ما هو السنه دي ما اتغيرش، هو $2000. يعني حضرتك بتاخد على كل طفل $2000 عائد ضريبي لحضرتك للاطفال اللي اقل من سن 17 سنه. فلو انت بتفايل وعندك اطفال، لازم تبقى عارف انك تحط كويس قوي، تاكد من الارقام بتاعت السوشيال سيكيورتي بتاعتهم. لو جالك مولود جديد لازم تتاكد انك تبلغ المحاسب اللي انت بتشتغل معاه، او لو انت بتعمل ضرائب لنفسك ما تنساش تضيف الطفل الجديد اللي اتولد في خلال 2023 قبل 31/12، بتضيفه في الملف الضريبي بتاعك. دي كانت اهم الحاجات اللي ممكن تفيد حضراتكم بخصوص العائد الضريبي للاطفال. اتكلمنا عليه الايرند انكم تاكس كريدت، وكمان الستاندرد ديدكشن. حلقه مهمه، من فضلك يا ريت تعمل لها شير. لما بتعمل شير انت بتوفر عليا اسئله كتيره جدا برد عليها في الاستفسارات وفي التعليقات، بتجيلي لوحدها، ممكن تكون الناس ما شافتش الفيديو. فمن فضلك اعمل شير، ولو عجبك الفيديو طبعا لازم تعملوا لايك. ده كلام يعني احنا مش خلاص بقى، دي الناس القديمه معانا عرفت الكلام ده. بنعمل لايك للفيديو علشان بنساعد القناه انها تكبر، والناس بتشوف المحتوى اللي احنا بنقدم فيه المعلومات اللي تهم حضرتك. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه، بفضلك روح على اليوتيوب. لو انت بتتفرج عليا من على اليوتيوب اعمل سبسكرايب في القناه، ولو انت بتشوف القناه بتاعتنا من على فيسبوك فمن فضلك تعمل لايك وفولو للصفحه. ما تعملش لايك بس، اعمل لايك وفولو للصفحه. لما بتعمل فولو للصفحه بيجي لك التنبيهات الجديده كل ما بننزل فيديو جديد. اشكركم جدا، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. اتمنى لكم موسم ضريبي سعيد. مش سعيد تاكس عشان هو حبيبي جدا، انتوا عارفين يعني سعيد تاكس حبيبي. يا ريت اللي يشوف الفيديو يبعته له عشان هو حبيبي، بقالنا مده ما اتكلمناش. اتمنى لكم سنه ضريبيه سعيده، مش سعيده او عام ضريبي سعيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.